ناصر بوريطة اغبى سياسي بالعالم. انتوا عارفين الحرب اللي هلا صايره بين امريكا وبين ايران. ناصر بوريطة بده يعمل حاله ذكر، مع انه اوروبا كامله ساكته. طلع لي ناصر بوريطة البهلول بقول لهم سحب السلاح النووي ضروره سياسيه ولا حياد عنه. يعني انت على اساس قوة عظمى؟ يعني ما انت بهيك بيدعسوا عليك. انت شو عندك ليلة حتى تقعد تحكي وتتدخل بمشاكل الكبار؟ انت صغير ولا انت مصمم تجيب اخرها للمغرب؟ اقسم بالله افشل سياسي. لك العالم كله تبع سياسة النائب النفس، اعمل نفسك ميت، لانه هذه حرب كبيرة. انت مصمم، يعني الله يعين الشعب المغربي اللي حتكون اخرته من وراء هذه السياسات العفنة. اقسم بالله بده يدخل نفسه بالنووي وبمشاكل الكبار، وهو اساسا سنجارية عاملينكم جواري عند امريكا وعند الصهاينة. اسكت اسكت. المسافة بين التحليل السياسي وبين التطاول واضحة، وما سمعناه ليس تحليلا بل تفريغا لعقد نقص متراكمة. من المثير للشفقة أن يتحدث البعض عن سياسة الكبار وهو يجهل أبسط قواعدها، ويحاول إخفاء فشل بلده وعجزه بالهجوم على المغرب. المغرب ليس جارية لأحد، نحن دولة لها تاريخ يمتد ل12 قرنا، وقراراتنا السيادية نابعة من مصلحتنا الوطنية لا من إملاءات أحد. ناصر بوريطة لا يمارس الاستعراض، بل يمارس دبلوماسية الفعل لا القول، وهو ما يفسر لماذا يهرع قادة الدول العظمى اليوم لفتح أبواب الشراكة مع المغرب أو المملكة المغربية، ولماذا أصبحنا رقما صعبا في المعادلة الدولية. استثماريا وتنمويا، المغرب اليوم يقود القارة الإفريقية، وعملتنا واقتصادنا يتجهان نحو الأفضل، ومشاركتنا في القرار السياسي الإقليمي والخليجي أقوى وأكثر تأثيرا بمراحل من بلد يغرق في أزماته الداخلية. نصيحة إليك أخي الكريم، عندما تستفيق من سباتك العميق، لأنك ربما أنت سكير وهذا يظهر عليك من صوتك المزعج، أقول لك وفر طاقتك لإصلاح بيتك الداخلي الذي يئن تحت وطأة الفقر والمشاكل. فالمغرب يسير بخطى ثابتة نحو القمة، وقوافلنا لا تلتفت لنباح العابرين. استمر في البكاء، فصراخك هو أكبر دليل على نجاحنا وقوتنا.